ما تضيعش فلوسك على كورسات النحافة وتطلب من الدكاترة كورسات اونلاين حتى لو من عندي لو مش هتعمل اللي هقولك عليه ده. اول حاجة، لو حضرتك مش هتشرب 3 لتر مية فبلاش تطلب كورسات. لو حضرتك مش هتتحرك كل يوم نص ساعة فبلاش تطلب كورسات. لو حضرتك ما عندكش نية التغيير من الاول فما ينفعش تطلب كورسات. حضرتك لو مش هتميل للاكل الصحي اكتر فما ينفعش تطلب كورسات. لو مش هتنام بدري ومش هتصحى بدري فمستحيل نجيب معاك نتيجة فبلاش تطلب كورسات. المسلمات الخمسة للأشخاص الناجحة هي إنك تشرب 3 لتر مية وتظبط دايرة النوم شوية وتحاول تتحرك كتير، تحاول تتعرض للشمس وتحاول تظبط النفسية عشان هي أساس التغيير، ولازم تتعلم عادة جديدة في إنك تكون أثناء الزيادة عارف إن الكورسات دي هي العربية اللي بتنقلك من الكيلو كذا للكيلو كذا. فمثلا لو أنت مسافر في طريق العلاج دوره هو العربية بس حضرتك أنت اللي سايق وأنا اللي بعلمك السواقة، فما ينفعش حضرتك في نص الطريق تنط من العربية وتقول انا ليه تعبت او اتبهدلت او اتاذيت او ما استفدتش او ما جبتش نتيجه. خصوصا ابر اللي بتزود اماكن الانوثه، في ناس وزنها رفيع جدا وعايزه الابره اللي هتزود اماكن الانوثه. بكل بساطه دور الابره ان بتوجه الزياده للمكان اللي حضرتك هتزيدي منه، فما ينفعش تاخدي الابر وانت ما عندكيش دهون ولا عضلات ولا ميه اصلا هتزيديها. كمان الروشته الكامله لعلاج النحافه او الكورس بيكون شامل فاتح الشهيه وعلاج عسر الهضم، حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين د وزنك وبوتاسيوم وحمض الفوليك وب12، الاقراص اللي بتوجه الزياده للكتله العضليه واماكن الانوثه، الابر اللي بتوجه الزياده لاماكن الانوثه والكتله العضليه، البودر اللي بيساعد في زياده الكتله العضليه، جنب ال3 لتر ميه وحركه شويه وظبط دايره النوم شويه هنوصل لنتيجه كويسه. الناس اللي هتعمل كده تطلب الكورس وهيوصل لها، اللي مش هيعمل كده ما تضيعش فلوسك في الفاضي. واشوفكم في فيديو جديد.